السلام عليكم. المواساة بالتوجع، يعني ايه المصطلح ده؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه في حلقة النهاردة ان شاء الله. لما حد يسيب الدنيا كلها ويقرر ان هو يجي يفضفض معاك، سواء في ابتلاء معين هو بيمر بيه او بمشكلة، بيجيلك وهو روحه متفشفشة على امل انه يقعد معاك تساعده ان هو يجمع روحه دي عشان يعرف تاني يواجه الحياة. الحقيقة الناس بيكون ليها ردود فعل مختلفة في المواقف دي. في حد من أول ما يسمع المشكلة ودنه دي تتقفل تماما ويفضل مخه شغال، أنا هعلي على اللي قدامي إزاي، لا يفتكر إن هو الوحيد المبتلى أو يفتكر إن هو الوحيد اللي بيمر بالمشكلة دي ويبقى كل همه إنه هيعلي عليه. في نوع تاني بعد ما تبتدي تتكلم بحاجة بسيطة ويعرف إيه هي المشكلة يقطعك على طول ويبتدي يجلدك بالكرباج. انا مش قلتلك، انا مش نبهتك، انت مفيش فايده فيك، انت ما بتتعلمش، يخليك تكره اللحظه اللي قررت ان انت تفضفض معاه فيه. وفي نوع تالت، والنوع ده لو تعرفه قد ايه هو يعني مؤذي. النوع اللي يحسسك ان انت عامل ده كله عشان المشكله دي، يعني هي المشكله دي مزعلك، يعني انا مش حاسس ان المشكله دي فيها حاجه تزعل يعني، وكانه هو ترمومتر حياتك انت هو اللي يقرر ايه اللي المفروض يزعلك وايه اللي المفروض ما يزعلكش. ولو تعرف النوع ده مؤذي قد ايه. طيب يعني انت عايزه تقولي ان المواساة ليها اداب؟ الحقيقه كل حاجه في حياتنا ليها اداب، وديننا ما سابلناش فتفوته غير لما قال لنا نتعامل ازاي مع كل حاجه. يا جماعه اشمعنى الاتيكيت بنفضل نبص هناكل ازاي الكرواسون ونمسك ازاي الشوكه والسكينه ونقعد ازاي ونحط شنطتنا ازاي ونبقى حريصين جدا ان احنا نتعلمه، والنفس اللي بتجيلنا بتقول لنا انا محتاجك نلطش فيها ونكسر فيها عادي مش مهم، اهم حاجه ان احنا شكلنا الخارجي تمام. طب بالذمه النفس دي مش اولى ان احنا نجمعها ونساعدها عشان خاطر تعرف تكمل حياتها؟ طب انتي عايزه ايه؟ اولا اللي يجيلك ويختارك انت بالذات عشان خاطر تفضفض معاه وات ايفر كان ايه سبب اختياره ليك، لازم تحسسه بالاهتمام. لو فيس تو فيس اقعد قدامه، اديله كل تركيزك وحواسك، بصله، ما تدلوش جنبك لان ده بيحسسه بعدم الاهتمام. طب لو انا مشغول، حاجه من الاتنين، لا هسيب شغلي كله عشان انا حاسس ان المشكله فعلا كبيره وتستاهل، لا الا هقول له انا بجد اسف جدا، انا ما كنتش عامل حساب ان احنا هنقعد، اديني بس دقايق اخلص وارجع لك. ولو على الواتساب او بمكالمه تليفون نفس الحكايه، تركز وترد عليه على طول وتحسسه بالاهتمام لانه جاي لك وهو خلاص مستسلم، محتاج اللي يطبطب على روحه. تاني حاجه، ما تقطعهوش حتى لو انت من جوه بتغلي، وحتى لو انت مش طايق نفسك، وحتى لو انت حذرته مليون مره، سيبه يطلع شحنه الحزن والغضب اللي جواه. اسمعه لغايه الاخر خالص، اسمعه لغايه ما يخلص وتاكد انه خلص. صاحبتك طبطبي عليها، احضنيها، هي هتكون محتاجه جدا كده. الرجاله بتبقى، حتى الرجاله محتاجه يا جماعه لمسه، صدقوني. بعد كده اياك والنقد، واياك وان انت تحكم على اللي قدامك، خصوصا لو جالك في لحظه ضعف وكان عامل حاجه غلط. كلنا يا جماعه ممكن نغلط، ومادام جاي افضفض يبقى انا ندمان، محتاج بس اللي يشدني. الستات مش بتحتاج حلول، الستات بتحتاج تفضفض وتحتاج تحس ان هي مش لوحدها، تحتاج حضن. الرجاله هي اللي بتحتاج حلول. فلما تجيلك مراتك ما تديهاش حلول، احتويها. لما يجيلك صاحبك حسسه ان هو مش لوحده، حسسه ان احنا يلا هناخد خطوات ونحلها. الشخصيه او النوع اللي انا كنت قلت لكم عليه مصيبه، بتاع هو ده اللي مضايقك، هو ده اللي مزعلك، هو ده اللي انت عامل نفسك عامل المشكله دي كلها عليه. لو الشخصيه اللي جايه بتفضفض شخصيه اصلا عندها جلد ذات، انتوا مش متخيلين مصيبه اللي احنا بنعمله. انا اعرف ناس عندهم 30 و40 سنه من كتر ما هم اتربوا وهم صغيرين على فكره ما تعيطيش، اياكي تعيطي، الموضوع ما يستاهلش، هو ده اللي انت معيطه عشانه. بيوصلوا لغايه ما يبقى عندهم 40 سنه وهم مش قادرين يقيموا مشاعرهم. هل انا مشاعري دي تستاهل فعلا ان انا اكون حزينه عشانها؟ هل المشكله دي تستاهل بجد ان انا اعمل ده كله عشانها؟ تخيلوا واحده عندها 30 و40 سنه وبتبقى محتاجه حد يقول لها ايوه يا حبيبتي انت من حقك تزعلي، او لا يا حبيبتي المشكله مش كبيره للدرجه دي.
تخيلوا احنا بنعمل ايه في اولادنا. عشان كده دايما بنتكلم عن التربيه، ودايما بنتكلم ان قد ايه اللي احنا بنغرسه في اولادنا وهم صغيرين بيعانوا منه لما يكبروا. فلما يجي لك حد، وخصوصا الناس بتوع جلد الذات ده، ويقول لك مشكله، اياك تقول له المشكله ما تستاهلش. انت عارف، خصوصا لو هو ملتزم شويه، بيرجعها دايما لعدم الرضا، ان المشكله ما تستاهلش. يبقى انا مش راضي، يبقى انا مش مؤمن بحكم ربنا واقداره، ويسيب المشكله اللي في عصاه من بره وجلد ذات، ويفضل يضغطه من جوه لغايه ما بينفجر. ارجوك، انت مش ترمومتر اللي قدامك. انت مش من حقك تقول له ده يستاهل يزعل عشانه او ده ما يستاهلش. مادام وجعه واشتكى يبقى يستاهل. خصوصا يا جماعه الناس اللي ما بتشتكيش. في ناس يا جماعه نادرا ما بتشتكي. ارجوك الناس دي لما تشتكي اسمعوهم. عارفين لما بنتكلم على تربيه الاطفال ويقول لك لما ابنك يغضب او يكون عنده مشكله، اقعد تحت، يعني انزل له تحت وخلي عينك في عينه ومستواك في مستواه عشان يحس بالاهتمام والاحتواء. لما يجي لك الحد اللي قليل الشكوى، ارجوك اقعد بص له بجسمك كله، عينك في عينه، احتويه، وما تقللش من ألمه وما تقللش من مشكلته. وبعدين احتويه بالتوجع. انا حاسس بيك، انا ما كنتش متخيل ان الموضوع واصل للدرجه دي. انا زعلان قوي ان انا ما حسيتش ان انت متألم كده. انا بجد موجوع قوي عشانك. حسسه قد ايه انت موجوع عشانه. شاركه وجعه. لما حد بيشاركنا وجعنا بنحس ان احنا قلبنا مجبور، بنحس ان احنا مش لوحدنا، بنحس ان مشكلتنا مش تافهه، بنحس ان احنا مش مواجهين الحياه بكل قسوتها لوحدنا. محدش بيقدر يعيش لوحده يا جماعه، ومحدش بيقدر يواجه ألمه لوحده. فواسوا الناس بالتوجع معاهم على وجعهم. طيب، هي المواساة مشاعر بس؟ لا طبعا، المشاعر ده جزء من المواساة. في مواساة بالنفس ومواساة بالمال، وأعظم قصة مواساة في التاريخ هي مواساة الأنصار للمهاجرين، بس دي بقى محتاجة فيديو لوحده. واسوا الناس يا جماعة وتوجعوا لوجعهم. لموا أشلاءهم المتبعترة والمتكسرة، ولما تلزقوا الأشلاء دي جنب بعض امسحوا عليهم بإيديكم عشان تتأكدوا إن ما فيهاش بروز يوجع روحهم. واستحضروا النية إن انتوا أحييتوا نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. احنا محتاجين يا جماعة اللي يجبر قلوبنا، لأن الحياة بقت قاسية بما فيه الكفاية. وصدقوني لو كنا كده لبعض هنعرف كويس قوي نواجه الحياة. ربنا يجبر قلوبنا جميعا. أسيبكم في رعاية الله.